مساء الخير. وحشتونا يا جماعة. وحشتونا جامد جامد قوي. آم، الحقيقة أنا في البداية بس حابب أشكر كل الناس اللي سمعتنا المرة اللي فاتت. آم، ودعمونا سواء اللي كان بيشير لينك الحلقة أو كان دخل كلمني أو يعني كل الناس اللي كلمتني عن البودكاست الحلقة اللي فاتت. حقيقة أنا حابب أشكركم كلكم شخص شخص. وعلى الأغلب انتوا عارفين نفسكم يعني. لأنه الفيدباك اللي أنا أخدتها على الحلقة ورد الفعل ده كان شيء من الحاجات أو كان سبب من الأسباب، لا يعني كان سبب رئيسي كمان في إنه أنا أكون حابب قوي إن أنا أكمل في الموضوع أكتر، بل يعني زود طاقتي وشغفي للموضوع. وخلاني حابب أكمل فيه بطاقة أكبر بكتير. والحقيقة يعني من وقتها وانا تحمست شوية كده وعمال افكر يا ترى هعمل ايه الحلقة الجاية يعني. لان انا مش من نوع الناس اللي بتحب تحط بلان، لان انا مش الشخص ده. وعادة لما بحط بلان بتفشل او ما بتنجحش او يعني ما بتكملش للاخر كأني فقري يعني. بس عشان كده اغلب الحاجات اللي كنت بعملها في حياتي سواء كنت بعمل كونتنت او بصور حاجة او حتى بعمل فيلم. فكانت كل الحاجات دي كانت كنت بعملها كده من غير اي تخطيط. كنت بس ببقى اللي هو حاطط بس اللي هو ان انا هنزل كذا. هنعمل في الحاجات يعني بحط اللي هو الاطار العام، انما اخطط تفاصيله كده، انا مش الشخص ده. فالحماس ده كنت خلاني مش عارف هعمل ايه الحلقة دي بصراحة. بس قلت انه يعني هيبقى صعب جدا ان احنا نبقى داخلين على شهر رمضان و... يعني رمضان ما ياخدش من كلامنا كتير يعني. لأنه شهر رمضان هو شهر مليان تفاصيل كتير. شهر فيه أحداث كتير جدا. وغصب عنك يعني حتى لو انت قررت انك ما تتكلمش عن الموضوع او عن رمضان او انك تعمل حاجة تانية بعيدة عنه، هتلاقي ان هو بيخش في الكلام. فحبيت انه الحلقة دي اللي غالبا هتنزل يوم يعني اليوم اللي قبل رمضان على طول في ليلة السحور. فقلت نكمل في نفس النقطة، ولكن في حاجات أخرى يعني في تفاصيل تانية. وجبت لكم الضيف اللي كلكم بتحبوه. جبت لكم نور. نور معانا وهنكمل إن شاء الله اللي احنا كنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، ولكن طبعا مش نفس التفاصيل. أنا أقصد الموضوع العام. النهاردة الحلقة مليانة حاجات كتير على الأغلب يعني. بس إن شاء الله تكون حلقة لطيفة وتحبوها وتتبسطوا. آه بس ويعني أنا حبيت أشكركم في البداية. ويلا بينا يلا بينا نبتدي. ازيك يا نور؟ احنا بنرحب بنور. ازيك يا محمد، كل سنة وانت طيب. ربنا يخليك وانت طيب ازيك يا حبيب خالو. وأسرتك بخير وكل الناس اللي انت بتحبهم كويسين وحواليك. يعني نتمنى لك رمضان كريم. رمضان كريم قوي تاني، فاهم؟ سبونسر البرنامج رمضان كريم قوي تاني مع بيبسي برضه عشان هما لسه نفس عشان ما السبونسر. عندناش غيرهم يا جماعة. حساب لو سمحت. ما تخلي يا باشا. قصدك كده انه ما يدفع حسابه عليك وما بتهرجش، هي دي كلمة كده بتقولها ولا بجد؟ تقصدها طب كل المشاريب دي عليا. رمضان كريم قوي قوي على طول مع بيبسي زيد والكل يقول رمضان كريم قوي مع بيبسي. لا انا في حد كلمني من هبقى اقول لك بره بقى لما نتقابل. عظيم، ماشي. بس هي شركة كيك كيك بتعمل كيك.
في شركة كيك كلمتني دي ان شاء دي الله. حاجة جميلة. يعني انا بحب الكيك عامة. بس اه، احنا من البيت، يعني انا جاي من خلفية بتقول كيكة. تفهمني؟ كيكة، لا جرى ايه يا ابو كيكة؟ مالك نهارك عم عامل بقول لك بوليكة. ايوه اديني الكيكة طيب، يا بابا. نعدي بقى موضوع اه الكيك ده عشان صحيح، احنا طولنا أوي في الكيك. يعني عايز اقول لك كل سنة وانت طيب، ورمضان كريم عليك وعلى الأسرة وعلى كل الناس اللي بتسمع. اه صحيح، ربنا يخليك وانت طيب. آه انا قلوب بقى. اه لا اقول لك وانت طيب ربنا يخليك يعني انا بحس ان انت لازم عشان تقول لحد وانت طيب لازم تقعد تبعت له كل القلوب الممكنة عشان يقتنع ان انت فعلا بتتمنى صح. له رمضان كريم. اه انت اه فاهم؟ والماما وبابا وخاله اه والصحة والعيلة والجيران صحيح. انا اصلا يعني موضوع الايموجيز ده اساسا خلى الناس بقت غريبة شوية في تعبيراتها، بقت اوفر، فاهم؟ يعني لو انت من الناس اللي ما بتستخدمش ايموجيز كتير فانت ما بتتصدقش اولا. لو انت بتضحك صح. فانت ما بتضحكش، ولو انت مبسوط فانت مش مبسوط. لازم لازم لو شتمت لازم حد وما ايموجيز في حطيتش الموضوع. ايموجي يزعل مني. اه صحيح، يعني حتى لو هو عارف ان انت بتهزر، بس ازاي انت ما حطيتش ايموجي؟ اذا الشتيمة حقيقية، يعني فاهم؟ على اساس ان انت لما صح. كنت بتحط ايموجي كانت لا شتيمة عادي بقى. فيك. طيب. آه طبعا احنا عندنا في مصر مرتبط رمضان. احنا مش هنخرج من الموضوع بتاع المرة اللي فاتت قوي، يعني هنلف حواليه لانه خلاص احنا تقريبا رمضان على الباب اهو، خلاص بيخبط. افتح ولا ما افتحش؟ الله يخليك. في 3 كلموني وقالوا لي هيجوا يطلعوا ميتين امك. ابقى اعمل تيت برضه، هكلمك في الايديت بقى كل حلقة. دول مين دول؟ رجب وشعبان ورمضان. لا بهزر معاك، رجب آه وشعبان 3 بجد فعلا. عايزين اخدوا ف... رقم، بعت لهم الرقم. ده مين انت بعت لا رقم ناس حد؟ بجد، ناس بجد عايزينك. في قالوا لي انت نصبت عليهم في فلوس وحاجه كده. مش بستظرف، مش بهنيك. احنا رمضان عندنا في مصر مرتبط بشوية تفاصيل كده ما بتتغيرش من وقت ما كنا صغيرين. يعني من وقت ما احنا كنا صغيرين لحد ما كبرنا، لحد ما بقينا شحوطة زي ما ماما بتناديني. نفس الحاجات، المسلسلات، زينة اللي في الشارع، ومسلسلات تاني، وايه تاني، والكنافة بقى والقطايف، الحاجات الحلوة اللي احنا بنعملها في البيت، الله. الاكل الكتير، الاكل الكتير جدا. آه وبرنامج رامز جلال. رامز جلال نجم اليوتيوب. ده واد شقي وكمان محبوب. رامز جلال، الله رامز عليك الله جلال، عليك. رامز جلال. رامز نيفر اند، او اندز. هو فعلا، هو تحس ان هو بيوصف حالة حقيقية جدا، مشاعر حقيقية عند كل الناس اللي ممكن تتخيلها. يا جماعة رامز ظاهرة لا تنتهي. انا بيتحدانا. حقيقي، هو حقيقي بيتحدانا. نفسي اشوف له نهاية، نفسي ما اشوفوش، نفسي احس انا ان في رمضان ما بشوفوش فيه. انا عرفت حقيقي ان هو في تعبان قرص وكان هيموت، فاتمنى يعني تكون دي بجد. قفلة البرنامج. ده بجد. اتمنى ده يكون الفاينل سين، انه رامز تعبان بيعضه مثلا، فبيجيله بيجيله نوبة كده، اه بيقعد يترجرج في المكان ويقعد يتدحرج في المكان. يقعد يغني، ف يقعد يقول غابة ويقعد يغني وشلال في آسيا يقعد يقول انا بحب اصحابي، بحب مثلا. اصحابي. انا نفسي فاهم؟ مثلا يستضيف حد يكون سايكو، فتحي عبد الوهاب اه مثلا، وقال له يو ار اوفل لرامز. inviting me to the يقول show. له مي بلي. اوفل. اه ويقوم مطلع مسدس ومدي، والله يا ريت، بس مش هيحصل. ما هو ده يتطلب حلقة بس مباشر عشان كلنا نتبسط في نفس اللحظة. يا يعني الله يا ريت والله. والله يعني فاهم. بس مباشر. آه بس بقى، بس يا رامز. بس. اسكت يا رامز. يا رب. فرامز من الحاجات اللي لسه عايشة معانا للأسف الشديد، واللي نتمنى بإذن الله إنه الظواهر السيئة دي تنتهي. عادي زي اللي متعايشين مع فيروس الايدز كده. بس ما حدش بيتعايش مع فيروس الإيدز، إن فيروس الإيدز بيخلص على الناس، إنما رامز يعني يا إما هو قتله بطيء بيقتلنا بالبطيء،
يا اما هو ما بيقتناش، هو عبارة عن ان هو يعني بيفضلنا، بيفضل علينا فكرت رامز. قبل كده ان ممكن يكون رامز ده بيرفلكت الشرور اللي جوانا؟ يعني احنا بنكرهه علشان هو لما بنشوفه بنشوف حقيقتنا الوحشة والقاسية، وقد ايه احنا بنعذب بعض وبنتريق على بعض وبنيجي على بعض ورامز ممكن. رامز تجربة نفسية مش اكتر. ليه كلنا بنظلمه؟ ليه كلنا لازم نشتمه ونقول على برنامج سخيف؟ انا شايف ان البرنامج اعمق من كده بكتير. انا شايف ان البرنامج اعمق فعلا، وواصل لابعاد ما حدش يقدر يستوعبها، يعني كهيومن نيتشر. سخريته من احنا الضيف دي شبه جلدك لذاتك الساعة 3 الفجر قبل ما تنام. بالظبط، يعني هو مثلا لما يقول لي شيماء سيف يا تخينة، طب هو طب ما هي يفرق ايه عن تخينة. شيماء سيف اللي بتقعد تقول لنفسها انا تخينة انا تخينة الساعة 12 بالليل وهي واقفة قدام المراية؟ انا اسف. بس ده الصوت اللي جوه دماغك شيماء سيف اعتقد. انا نفسي اجيب ويزو، بس ما اظنش يعني ويزو الكرسي صعب لا، اصل تسافر من هم بلد بيربطهم لبلد، في حاجة في اللي فوق، فالكرسي مش هيستحمل وصعب اصلا تسافر من بلد لبلد اساسا. تأمين وكده وبتاع، يعني معدات يعني ليها قصة هيتصرف عليها قصة. كتير قوي، هتصرف عليها كتير قوي عشان حلقة ما حدش هيتفرج عليها اساسا. لا لا لا، جوزها هيتفرج. ما هو بيتفرج عليها في البيت يعني، هيتفرج عليها في البرنامج ليه؟ بيتفرج عليها مش لا بيتفرج، بيقعدها يحاول يقعد يشوفها من كل الزوايا. انت ايه نظامك بقى؟ ها ايه انت الكائن بتبصلك منين؟ ايوه صح. ايوه. بودي شيمينج، تنمر تلاقي حلقة اه، ان شاء الله تجيب لك الشتيمة. ده في الحلقة بتاعتنا دي، اه طبعا. ايوه لا يا جماعة، حلقتين. احنا لا نسخر من احد، لانه في الحقيقة، وده شيء جدي جدا. الناس اللي ممكن حد يتريق عليهم زي ويزو زي شيماء سيف، هم اوريدي اتاحوا الفرصة الكاملة على التلفزيون وفي البرامج وفي مسلسلات ان هم يتم التريقة عليهم والسخرية منهم بحاجات ابشع من اللي احنا بنقولها دي بكتير، وحاجات قدام اودينس بقى كتير، يعني زي مسرح مصر مثلا اللي كان بيغسل ويزو ده، بس في الاخر هي كان سكتة. بيستخدم مسحوق كتير. ايوه. اه، فيعني تخيل مثلا مم. تسيب اشرف عبد الباقي وتيجي ترفع علينا احنا قضيه، يعني فاهم تقول لك ايه؟ احبس اه، اشرف عبد الباقي. قشطة. باقي. ما مم. اعرفش الاغنيه بس حاسس اني اعرفها. عامل نفسك من النخبة يعني، ماشي. انا مش من نخبه، ما انت منين؟ انا من الناس اللي حافظين قولوا عادي يعني، قشطه. ما الله. بتكسفش ان انا كان اعترف ان عندك انا كام سنة لما بيك عرفت فان ان انت من لمسرح الناس اللي مصر. حافظين قولوا كان عندك كام سنه لما عرفت ايه؟ لما عرفت ان انت حافظ قولوا كان عندي 23 سنه. وانت عندك كام سنة دلوقتي؟ 23 سنه. انا فرحان بيك. الله يخليك. انا فرحان بنفسي اصلا، يعني فرحان بنفسي جدا. طيب، المسلسلات، خلينا نبتدي بالمسلسلات. المسلسلات حرام، الحقيقة يلا خلاص قفلت لك طبعا السيجمنت. تمام. هي حرام طبعا، قشطة، عشان بس ايه، نخرج من هذه الدايرة. في واحد يقول لك، كان في واحد كان كاتب الكومنت اللي انت قلته لي، اللي هو بيقول لك انا مش هتفرج على المسلسلات وهتفرج على القرآن. انا عايز اعرف هو ايوه. هتتفرج على القرآن ليه حقيقي؟ ما تقراه يا ابني. يعني ليه عايز تتفرج على القرآن؟ يعني زي جوز ويزو كده، يعني بيتفرج هيتفرج على على ويزو ويزو، بقى. مش هيفهمها بالظبط. يعني، في ناس مش هيفهمها. في ناس بتقف قدام عظمة الحاجة تتأمل يعني. هو عامة الفرجة نشاط، انا بشجعه جدا، يعني لو انت حابب اتفرج. او جايز هو في الفترة دي من دورته الشهرية مثلا مش عارف يمسك المصحف فهيتفرج عليه. يا سلام، ممكن فعلا يقراه من بعيد، فاهم، يقف كده هو مثلا ايه. يقرا. لا ما يقراوش، ما ينفعش يقراه صح. ما ينفعش يقرا، هو يتفرج بس. هو الراجل كان صح، ولا انت يتفرج، شفت ظلمنا. بس هو يعني هو الراجل عنده بوينت برضه، عنده وجهة نظر تستحق ان احنا ندفنها بالحياة. ايوه. حابب اوضح نقطتين. آه فالمسلسلات الجميلة بتاعتنا اللي هي تجارب بتتكرر تقريبا نفس التجارب، يعني مثلا زي تجربة مثلا المسلسلات اللي هي بتاعت النجمة اللي ما بتعرفش تمثل دي، وبتقعد طبعا. تعمل مسلسل كل رمضان عشان جوزها يعرف حد في شركات الإنتاج، أو جوزها مخرج، أو جوزها مدير تصوير، أو أيا كان.
تعمل مسلسل بقى عن قصة حياة واحدة بتكافح عيلتها اللي مش فاهمينها او عيلتها اللي مش عارف ايه، وان هي يا اما واحدة بقى بتسلك طريق النجاح، يا اما واحدة بتخرج من عيلتها، يا اما واحدة بتفشخ في الواد اللي بتحبه عشان هو خاين عامة يعني، لان عادة بيكونوا الولاد خاينين في المسلسلات. هو عادة ف الكونسبت ده بيبقى احلى في فكرة اللي هي الست مثلا اللي هي كانت ايه عندها حتة شريرة بس مدارياها وبتحاول تعيش، لحد ما بيدخل حد مثلا يخونها في حاجة فتقرر تتقلب بقى، وتلاقيها طول ال30 حلقة بتحاول تقتل ده وتفشخ ده وتلبس ده قضية وتحط لده مخدرات في كل حتة كده، مجنونة. الفنانة ريهام حجاج طبعا، يعني بنت كل الفنان الفنانة حجاج عبد غادة عبد العظيم. الرازق عملتها، ويعني كل الفنانات لما بيستقوا بيعملوها يعني. عامة أي فنانة لما بتستقوى بتبقى حد تاني. صح. إنما لو إلا ست أمينة عادية خليل. واستقوت مش هتبقى حد تاني عادي، يعني لازم تبقى فنانة، ده صح. مؤهلاتها. ما بين بقى النقطة دي، نقطة الحاجات المعادة والمسلسلات اللي بتتعمل لناس ما تستحقش أصلا يعني يدفع لها 12 جنيه ونص يروحوا بيه طنطا. لكن كمان في القصة بقى المعتادة، يعني فاهم، احنا عندنا كده نوع من الكوميديا، الميمز اللي بتتعمل على مسلسلات محمد رمضان، اللي هو طول الوقت اللي هو بيقتل هيروح يدفن الأشرار. أبوه بتاع اه وينتقم ويتحبس م. ايوه بالظبط، اللي هو ابن ابوه، فاهم، اللي هو اللي هو ابن البار لابوه، انت فاهمني. أيوه. فبيطلع ابوه راجل محترم قوي، وهو بيطلع مفشوخ بقى بعد ما ابوه مات، خلاص الناس كلها جت عليه. فعبال ما بيبقى راجل جامد بياخد 28 حلقة تقريبا. هي القصة مكررة بس كومنتات الناس مكررة أكتر يعني، بأمانة يعني. حتى فعلا، حتى الميمز والكومنتس والكوميكس واي حاجه بتتعمل على المسلسلات بقت هي كمان معاده، تحس انه حتى الضحك بقى مكرر. فاحنا يعني يا جماعه ابتكروا بقى اي حاجه، يعني اي حد يبتكر اي حاجه يا جماعه. أيوه. ايوه مش بنادي عليك، انا بقول لك ابتكر يلا ابتكر. أنا بقولك أيوه، يعني لا زي إيه، نعم. موافق يعني، موافق على كلامك. موافق. أيوه. أي أجري. تأجريد ايوه. الحقيقه انا نفسي اعمل مسلسل. نفسك تمثل؟ لا ما نفسيش امثل، ولو انه ده انا اصلا فيها بذرة ممثل عظيم جدا، بعرف افيك ردود افعال وبعرف اضحك ضحكه ما أنت قاعد بتمثل مش أهو. حقيقيه. انا قاعد بمثل دلوقتي، اصلا دي مش شخصيتي الحقيقيه، انا شخصيتي اسوأ من كده بكتير. انا حاليا محترم، اي حد يعرفني انا مش الشخص ده خالص يا جماعه. انا شخص صعب جدا، اصعب من البنت اللي كان تامر حسني بيوجه لها كلامه في اغنيه انتي صعبه صعبه، في الكلام والحب صعبه. ما لا تفكرنيش بجد، بالأغنية دي. لا مش بجد مش مداعبة. مداعبه، مش مداعبه، فاهم، عايز ان مش انا مداعبة. مش مداعبه ها. آه. مثلا الكليب ده كان طاقه جنسيه ويعني ومليان، تحس ان هو تامر حسني كان حاطط برفيوم اللي هو المليان سكر ده، عارفه. اكس بس كله سكس يا بت. بالظبط، اه. يعني وفاهم وفاتح صدره كده وعامل عامل عضلات صدره جرافيك، ايوه. في عامل في نحت، بدله كان عامل كده في نحت كوريا كامل. بتتلبس، يعني بدلة اللي هي كمان فيها مش عضلات نحت. دي. انا ايوه بتاعت محمد هنيدي. شبهها. وبعدين هو كان في مشهد كده بيقوم زانق الموديل في الحيطه يقول لها وش، ده برضه انا ما اه بفهموش. ده اصلا يعني، ده يعني انا نفسي بس فين جمعيات المرأة والبيج بتاعت سبيك اب والحاجات دي كلها يا جماعة. تامر حسني له ملفات واغاني لو فتحناها حقيقي يا جماعة احنا هن يعني هن خلاص الكوكب هيتدمر، بجد الكوكب هيتدمر. صعبة دي منهم، صعبة. هو تامر حسني في اغنية صعب. تانية بتاعت الكعبة كل الناس. انا شايف دلوقتي قدامي واحدة هيجرالي حاجة لو ما كلمتهاش، ما شفتش ما في جمالها شفتش في اي واحدة هيجرالي حاجة. والكليب ايه، الكليب ماشي اه وراها في البلد كلها مش حللها. يعني هو تقريبا كان بيصور في جنوب ايطاليا، طالع في الشمال. انا شفته في اخر الكليب كان فيه سور، غالبا ده سور برلين. يعني كمان يعني خرم على الدول المجاورة يعني. مجنون. هو تامر مجنون. مجنون تامر، بس مش اجن من رامز اللي هيموت حد بجنانه ده. لا رامز مجنون عيل اصلا. رهيب.
عيل رهيب، رامز مجنون رسمي خلاص يعني. رامز مجنون رسمي. الشهاده طلعت. الشهادة طلعت، الشهادة ان لا اله الا الله. ال الشهاده لله. الشهادة لله. انت راجل صح الصح، وبرامجك دي بنت بتناك. بس يعني عايزين نعمل رياكت من نوع غريب، يعني عايزين انا وانت نعمل رياكت والناس تسمعنا واحنا بنرياكت بوشنا ويتخيلوا. ممكن تخيل تبقى وشنا. تعمل محدش يعرف وشك اصلا، يعني محدش من ولا الناس اللي بتسمعك شافك قبل كده خالص، مش ولا مشكلة هيشوفك. يعني. يكملوا الخيال بقى ويتخيلوني يعني. اه انا عموما اشبه للفنان هاني رمزي يعني. هو يا جماعه اصلا هاني رمزي اساس يعني. ايوه اصلا انا الفنان هاني رمزي. بالظبط كده، هو هاني رمزي اساسا. والكاركتر اللي انتوا بتشوفوه ده هو كاركتر تم التعديل عليه انت وعملوا له حيوان. جسم. ربنا يخليك يا فنان. عملوا له جسم وعملوا له ماسك، يعني اصلا مفيش حاجه اسمها هاني رمزي بالوش ده اساسا لا اساسا. لا 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 بس لا هو لا. عشان يقدر يعيش وسط الناس وكده يعني خلاص اخترع شخصيه اسمها هاني رمزي. شخصيه مسيحيه. بلاش التفرقة العنصرية. لا ده فتنه طائفيه، يعني احنا لسه ما خضناش هذا النقاش، يعني احنا لسه ما دخلناهمش النار لحد دلوقتي. فانا لما ندخلهم النار تبقى تتكلم يا استاذ هاني. اوكي تمام. فعايزين نعمل حاجة حلوة يعني، يتخيلوا بقى هاني رمزي بيرياكت، وعايزك تبقى تدخل لهم الصوت بتاع الإعلان مثلا. حاضر ماشي. عايز تشوف اعلان ايه؟ إعلان رامز نيفر هند. الاعلان ده هيجيب لي مرض نفسي النهارده. لا لا مش مشكلة، انت بس حط الصوت للناس كده ايه، يقعدوا يتخيلوا وشوشنا واحنا بنرياكت ويبقوا سامعين الصوت كله اللي هو كله ايه. لا 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 رامز 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 لا 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 اقسم بالله لا سيبني يا ابن المرة. عارف الحاجات دي كده يعني. تحسه بيعتدي عليهم في اوضه متر في متر، ايوه ما خيال وضلمه المشاهد فاهم. برضه هو هيشتغل. الوحيد اللي لابس بتاع لا هو والله يعني تحس ان هو الوحيد اللي لابس نظاره بتشوف ايوه نايت في فيجن الضلمه. وداخل فاهم. هما بقى ايه بيرياكتوا بالصوت برضه، يعني بيتكلموا بس من غير ما يشوفوا هو بيعمل ايه فيهم. زي المشاهدين. شفت يا ابني احمد خالد توفير قالها في رواية في ممر الفئران. احمد خالد توفير قالها. يلا قال مش ايه؟ مشكلة، مش فاكر والله بس اكيد قالها يعني. اكيد اي حاجة احنا بنعملها هو عارفها. ستكون العاصمة القديمة لتحترق بأهلها. زبون للعاصمة طب الإدارية الجديدة. اي طب طبعا. يلا طيب بينا. وريني العظمة، وريني العظمة. اه اكتب القطة ايه على واللطة الانترنت؟ والحطة رامز نيفر اند. والبطة. رامز نيفر اند. طيب كتبت رامز نيفر اند. انا مش لقيت قد الاعلان ليه. اهو. يا ساتر يا رب. ليه بس؟ بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه هو كاتب وسلم. كده اتوقع عادي والستر يعني. والتيسير من الله، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر. دعاء هو كاتب مشاهدة كده، يعني رامز، تحس ان دعاء هو ركوب رامز. هيخطب فينا الجمعة. ايه هيخطب فينا يوم الجمعة. هيخطب فين؟ انا هو اتوقع ان هو تقريبا ايوه فاكر عشان كل سنة. فاكر عشان البرنامج متصور في السعودية، فالمفروض يدخل علينا الداخلة دي. ما هو اعتقد هو كل سنة بيزود حتة يعني. كان في الاول بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد كده يقول لك السلام عليكم ورحمة الله صلوا على النبي مش عارف ايه بقى. فهو انا حاسس بعد كده يبتدي يقول التشهد في اول الحلقة. فقال كده فاهم انت. يقعد يقول لبيك اللهم لبيك. يلا سمع الله لمن حمد، سمع الله. يقفل ويبدأ الحلقة. الحلقة خلصت خلاص. قشطة. يلا نتفرج. هشغل. يلا 1 2 3. رمضان كريم وكل سنة وانتم انا بحاول اتخيله الشخص اللي على الشمال ده. ايه اللي ده؟ ده مونينج ده. ده غالبا مونينج. مش ممكن شيماء سيف؟ دارك. ده تتر مسلسل دارك. بلاش طمع وما تقفورش. هتعمل اني
دي شخصيات رامز في اوضه النوم. هيعمل الاتنين. انا لو هما جايبين محمد فراج ومراته. هما اه خلاص بقوا مفروضين علينا كده. شفت مصطفى كامل وعلى وشه ايوه حاجه ده. شبيهه شفت احمد السقا وهو بياكل التعبان؟ اصلا دي حاجه احمد السقا قوي. يا ديني على السايكه. رامز جلال بياخد شريط الاهات ده معاه البيت وبيستعمله كمؤشر جنسي. انا دي مهنا بتقول له شكلي بقى مقرف. از يوجوال غالبا ما يا عندهاش فنان. مرايات في البيت. مصحة. بيقولوا متاكدين انه مش سام. كانوا جايبين له سام سميث تقريبا بيغني. مش عارف والله يعني. متاكدين انه مش سام. يا ريته كان سام يا اخي والله. انا شايف ان دي محاولة اغتيال اصلا. ممكن تكون فعلا محاولة اختيار. يعني غالبا الناس اللي كانوا شغالين معاه اتبضنوا منه وقالوا يا عم كفايه بقى خرا بقى يا عم، عايزين بقى يعني نبطل بقى خرا بقى. شرسه التمساح ولا التعبان ولا ان كان. هو السؤال بس اللي بيطرح نفسه، ليه رامز كل سنة بيطلع في بيعمل قصة الاعلام بيبقى شعر. مداري وشه؟ عشان يضيف للشخصية. هو رامز كل مرة بيطلع بشخصية جديدة، فما ينفعش ما ينفعش هو ما ينفعش بقى. ما ينفعش ما ينفعش. انا هتفرج على رامز. لا كبير ايه بس، كبير ايه وناقصة. شوف بقى الكبير بقى وهو بيجيب بوستات من على فيسبوك بقى ويعملها كأنها نكت وكوميديا. مش لا ناقصة يا لا عم. لا لا كبير ايه يا احمد عم؟ مكي احمد مكي بقى فاهم هيكمل سلسلة السرقة بتاعته ويروح يسرق. شوف اي بوست اي صفحة بتاعت ميمز وكده، ياخد كل الميمز اللي عليها يعملها حلقات. ده اشمل يا كينج. ودي بس احنا هنشوف عظمة السنة دي. احنا داخلين عظمة حقيقية. عظمة يا جدعان. داخلين على عظمة حرفيا. تيجي نقرا شوية تصريحات. يلا يا ريت. تيجي نقرا تصريحات رمضانية. يا ريت، انا الفنانين- بحب فقرة التصريحات الرمضانية جدا. صح. تيجي تطلعنا طيب. لينك فاصل كده برمضان في طلعك مصر فاصل؟ حاجة تانية والسر في التفاصيل ونكون حضرنا. نطلع فاصل يا جماعة، ونسيبكم مع أغنية لحسين الجسمي ونشوفكم كمان حبة. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة، طاولة ودومنة وكوتشينة. والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الأغاني، فقرة الأغاني والأغنية والحاجات الجميلة اللي بتغني، مع فقرة التصريحات الفنية العبقرية الجميلة من الفنانين المصريين. عندهم مقدرة كبيرة جدا على ان هم يقولوا تصريحات عبقرية، وصحفيين عبقريين اكتر منهم يقدروا ان هم يطلعوا لنا التصريحات العبقرية دي في وشنا احنا كجمهور حمار ما بيفهمش. وهنقدمها لكم في فقرة بعنوان تصريحات تبان ان احنا اللي مؤلفينها، بس والله العظيم النجوم قالوا كده. والله العظيم هم اللي قالوا كده فعلا. اول تصريح معانا من الفنان حسين فهمي. حسين فهمي بيقول: خالد يوسف عامل عظمة في سره الباتع، ورامز ما يقدرش يعمل فيها مقلب.
يعني انا حاسس ان حسين فهمي بقى ايدجي قوي، عامل عظمه. تحس انه مقطع البنطلون، فاهم؟ عامل كاتنج، عامل كاتنج في البنطلون بسكور بورد بقى، عنده سكور بورد، فاهم انت اي سكور بورد ده اصلا سكيت بورد. انا دخلت سكور الماتشات في بورد. اه قشطه مع بعضيها. سكيت حاسس بورد حسين فاهم؟ فهمي بيقف في اللوكيشن لخالد يوسف لما يعمل حركه مثلا يرد عليه بالايموجي، مثلا يعمل له لايك كده اه بايده. اه خش عليهم لهم واتساب مان. يعني ايه عامل العظمه دي؟ مش عارف ايه موضوع عامل العظمه دي بصراحه، بس هو غالبا يعني تقريبا المدير اعماله هو اللي قال له قول اللفظ ده، يعني مدير اعماله فاهم انت شاب غالبا، فقال له عشان تقدر توصل للجمهور وكده قول عامل عظمه، قول داخلين على عظمه، ما تقولش على، قول عاي عظمه. يعني شيل على دي بقت عاي. وكل ما تقول حاجه اعمل بايدك كده، الحركه بتاعت محمد منير ده، الايموجي اللي هو اه اللي هو الثلاث البيرفكت، صوابع. بيرفكتو اه. اقول لك قاعد بس طول انا انا اسف كمل. اللي بيخليني اتساءل دايما هو فكره الجمع ما بين التصريحات. ايوه يعني كان في تصريح انت كنت بعتولي في مره بتاع محمد حماقي، اه. لما كان بيقول انتظروا ألبومي الجديد في الصيف وأنغام صديقتي وتركي آل الشيخ راعي الفن العربي. تحس ان هو 5 دقايق وهنلم الانترفيو يعني. يلا خلاص قول يا فنان بسرعه، قول الاخبار يا فنان. تحس فاهم ان هو ايه، الدنيا كانت زحمه قوي وفي حد لقطه كده قال له على سلم ده الطيارة، ده انترفيو على سلم فاهم. الطيارة اللي هو مش تك تك راح تك 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 وطالعة بتعملها إيه، أنغام كويسة وتركي جميل والألبوم في الصيف الجاي ويلا بقى. مخرج ستهم يتوعد مسرب صورة روجينا حليقة الرأس، حرق لي الميتين أم المسلسل. هو ليه اصلا، ليه هيتوعد بمسرب الصورة؟ علشان دي التويست بتاعت المسلسل، إن هي ان هي حليقة تحلق الرأس. شعرها؟ ده حقيقي. طب هي ليه تحلق وحد شعرها؟ علشان جالها أمل وسبان. غالبا يعني ممكن يكون في ماستيكة لزقت في شعرها. اعتقد يا اسطى هي اكتشفت الجندر بتاعها متاخر، فنوع يعني كانت داخله. لسه بتكتشف نفسها، لسه شايفة مسلسل سكس اديوكيشن على نتفليكس قالت لك انا خلاص، انا عمري ما اكتشفت نفسي، انا حابة اكتشف نفسي دلوقتي، انا لسه مش بالظبط. عارفة ميولي الجنسية ايه اخبارها، فانا بفكر ابقى راجل صعيدي، مش راجل عادي، لا راجل صعيدي، لان دي راجل دي صعيدي، جندر لوحدها. عشان الراجل الصعيدي حامش اكتر. راجل صعيدي جندر اصلا، يعني انت عندك في ايوه البطاقة صح. ذكر، انثى، غير وصعيدي. ذلك، ورجل صعيدي. يا حرقوا اللي جابك الصعايده دول امامكم كده. محمد سامي استوحيت شخصية جعفر العمدة من شخص كنت بجيب منه حيوانات، واستكمل في حديث آخر منوية. غالبا كان بيجيب للبيت لأن هو كان عنده نقص في ضخ الحيوانات. بس اه انترستنج، يعني الجملة اللي هو قالها دي شيء يخليني أصلا يعني أتشجع إن أنا أتفرج على مسلسل. بصراحه يعني هو جعفر العمده مسلسل مليء بالحيوانات المنويه اصلا. هو محمد سامي عامة يحب الحاجات القرحة دي، اللي هو الحاجات اللي هي فيها إيه، ايوه يا في بيت، حته في يا حته في الاعلان. مارا، الحاجات دي فاهم. ايوه ده بجد بجد في حته في الاعلان ممثله كده مجهوله المصدر بس منفوخه من كل حته، بتقول لواحده عارفه يعني ايه مره شلق، وبتتك قوي على شلق كده وبترفع دي حواجبها فوق في دي السقف. دي يا جماعة اللي ما يعرفش، لو حد تتبع مسيرة محمد سامي في المسلسلات، فمحمد سامي من يوم ما طلع ومسلسلاته فيها الكاركتر ده، وكانت بتتطور من وقت للتاني، وبالنسبة لي كانت وصلت ذروتها في مسلسل حكاية حياة. الشخصيات كلها بتشرشح لبعض، بتردح لبعض بأوسخ الألفاظ، لأنه بحس دي خلفية محمد سامي عامة. محمد سامي جاي من المكان ده، جاي من البيئة دي، بيعمل الحاجات دي. هي والدته بتعمل كده. كانت كانت رداحة، رداحه. كانت سوسن بدر في بالظبط، أفراح لو. بتقف تحت البيت. بلاش نجيب سيره حد، احنا في رمضان يا عم بقى، عيب والله. صح 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 على حقيقي. ياسر جلال التصريح عن اللي بعد مسلسل علاقة مشروعة: متعود اوصل بدري قبل التصوير واسمع سورة الكهف كلها قبل اي شغل. تقدير يعني بيقدر الناس دي كلها. سورة الكهف مثلا مش فاهم، مثلا صورة كهف. يعني آية الكرسي مثلا، لا سورة الكهف كلها. وتخيل تبقى رايح فاهم انت تبقى مشخصاتي
اه فاهم انت؟ راح تمثل، راح تحضن واحده مي عمر اصلا. يعني مي عمر دي اصلا ده ذنب لوحده انك راح تحضنها، والذنب التاني انك راح تحضن واحده مش مراتك مثلا وبتاع، ومع ذلك بتقرا سوره الكهف عشان ربنا يكرمك. ياه. الفنان ياه. ياسر جلال بيصور مسلسله الجديد يا اجوج ومأجوج يا بضاني. مش هينفع نطلع دلوقتي، اه خلاص باظت الخطه. بيشتغلوا في السنين اللي هو ما بيبقاش شغال تخ... فيه. غالبا اصلا هو سبب تاجيل ياجوج وماجوج. يعني اليوم اللي هو هيخلص فيه تصوير ياجوج وماجوج هيطلعوا تاني يوم الصبح. بينا رجاله، ياسر الحمد جلال لله، اعتزل. يلا بينا قبل ما يصور مسلسله الجاي. هاتوا الرجاله بالعده وطك طك قبل طك. اه يعني حسن الرداد يعتذر لجمهوره عن عدم تواجده في الموسم الرمضاني 2023، والجمهور يعلق: رمضان من غيرك مش رمضان. يا فعلا مش رمضان. انا ابتديت احس ان فعلا في مشكله. تصدق انا ما كنتش واخد تصدق بالي. هو ده السبب اللي انا فعلا مش قادر احس فيه برمضان. يعني احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن انه مفيش فايبس والناس بقت وحشه والحياه غاليه. لا خالص، السبب الحقيقي يا جماعه هو ان حسن الرداد مش هيبقى في الموسم الرمضاني. انا ما كنتش مستوعب حزين. المشكله لحد ما انت قلت. انا مش هقدر اكمل الحلقه. كمل انت، آه. معلش انا اسف. طب انا هتملك اعصابي و... يا رب. يعني حد ينده لنا ايمي سمير غانم بقى يعني. لا رمضان بيبقى ممكن يعدي عادي، بس هاتولي حسن. اي حاجه من ريحته، اي حاجه كانت نايمه في حضنه، اي حاجه كانت نايمه في حضنه امبارح لا بالليل. انا عايز حسن. عايده حسن. خدوا مني يا البلح حسن! هاتولي حسن. خدوا أنا مني عاوز العروسه الكرومبا دي الدكتور وهاتولي حسن. حسن. ساره، يا ساره ما فيش حد اسمه الدكتور حسن، لان الدكتور حسن مات. ما ماتش، انت ازاي بتقول ان الدكتور حسن مات؟ الدكتور حسن خلاص مش هي موجود سارة معاه. من النوبة عشان نبقى قفلنا يعني. ساره تحس ان هي ايه، مراكبيه لابسه سارة. عمه شبه ايه اسمه ايه دي، اسمها ابو اليزيد في هذا المساء. ديب جوك أوي. الحلقه دي محتاجه تبقى فيديو علشان الصور الذهنيه دي كلها تتحط. سيب الناس كده يقعدوا يتخيلوا. فعلا الخيال حلو، ولا انا في الخيالي حياه. الله. رانيا يوسف مم. ضيفة أولى حلقات حبر سري في رمضان، وتصرح مش ندمانة على البطانة والفيشاوي مز موت. رانيا يوسف بتفلرت تفلرت جامد يعني. أنا لو مكان الفيشاوي أنزل أروح له. بس كنت ممكن اتقبل، يعني لو انا في الشاوي كنت ممكن اتقبل هذا الفليرت من سنتين مثلا، ايام ما كانت هي هوت هي كمان. لما هي دلوقتي بقت مخيفه شبه ابطال فيلم ذا بيرج يعني، مش ناقصه حقيقي يعني. ممكن تقول لي يلا بينا انتهارك ياسمين عز ضيفة رامز نيفر اند برضو، وتعلق: كل ما رامز كان يضربني كنت اقول له اضرب كمان، ما بقدرش اقاوم كفوف الرجاله وهي نازله ترقع صداغي. يا جماعه بالمناسبه انا في حاجه محتاجين نقولها لكم. كل الاخبار اللي فاتت دي كانت فيك، احنا اللي مؤلفينها. الخبر ده بالذات هو الحقيقي. ده حقيقي ونزلت فيديو هي من Yeah. شوية تقدروا تشوفوه. نزلت فيديو فعلا وهي بتتاخد على وشها، بتتضرب بإقلام. هو عاملاه اون لوب كده. هو ثانيتين من الاعلان مقطوعين وعاملاهم اون لوب لمده دقيقه، وحط عليهم اغنيه مش عارف سيد الحبايب يا ضنايا انت حاجه كده، وحط ايموجيز كتير. اضرب يا دادي. اضرب يا دادي. هوز يور دادي. بس وخلصنا فقرة التصريحات العبقرية من فنانين العباقرة. لكن خلينا بس نوصل لنهاية فقرة المسلسلات ونحاول نختار العمل اللي احنا متفائلين له. طبعا ما نقدرش نختار حاجة كويسة او حاجة وحشة لان احنا لسه ما شفناش حاجة، ولكن هنبتدي نتوقع، لانه عادة التوقعات بتبقى بنسبة ما يعني بتبقى صحيحة بسبب التريلر واللي انت بتشوفه منه يعني. فاكتر يعني هنحط حتى توب 3 في الخرا، وتوب 3 في الحاجات اللي ممكن نكون متفائلين ليها. تعالى نعمل توب 3 في المتفائلين بيه وتوب 10 في الخرا. توب 20 في الخرا اصلا، لانه يعني الخرا ما هيعدي السنه دي. بس خلينا نحسسهم ان هم سبيشال وان هم بقوا توب 3. في حاجات اللي بره المسابقه بتاعتنا هيبقى ليه الام البنات. ليه ده لو دخل ليه بقى اصلا ليه ام البنات اساسا؟ فاهم هي منظرها اساسا يعني جدتهم. لا جدتهم ايه يا معلم؟ صباح الخير.
دي يعني مش عايز اقول كلمة بس ماشي. يعني بس يعني السيدة سوزان مبارك فيها الروح عنها. المهم ودي امنا كلنا بقى، مش ام البنات بس يا محمد، معلش يعني. لان هي السبب في انه الناس كلها تقرا، لانه القراءة للجميع كان مشروع. حسبي الله. حسبي الله ونعم الوكيل فعلا. كمان مين تاني ممكن نخرجه من المسابقة؟ انا حابب احط في المركز التاني مسلسل. يا رب. لا احنا هنخرج من المسابقة لانه المركز الاول لسه ما اتحسمش. اوكي. ستهم. مم. ستهم هتخرجوا من المسابقة هخرجه خالص يعني. عشان اتحرق بالنسبة لنا انه خلاص اه عرفنا ان روجينا تبقى قرعة. ربنا يكون في عون اشرف زكي يعني. اه زي ما انه بيحسس على علاقتها كل يوم كده ويقعد انت فاهم يحسس على الشعر وهو لسه طالع. فاهم انت عارف الشعر لما يبقى لسه طالع بيبقى في حتة بيزغزغ كده في الايد. ايوه بيمشي خده انت فاهم؟ حاجة كريبي وبتاخد منه المكن، يدخل لا خدت المكنة بتاعتي ليه. انت عارف ان ده كان اخر عرض على اي باكج في الهايبر. وعايزين نقول ان احنا النهاردة الحلقة بتاعتنا سبونسر من امواس لورد. بس لورد ادمت قوي يعني بقت جيلات دلوقتي. واسعة شكلك فقير. فقير. واسعة ان انت يجيلك سوية يعني، فاهم؟ خلي سبونسر على صح القد واسعة يعني. فعلا. لما بيبسي دي لا اصل افريج بيبسي عادي. ناس طيبة، ناس كريمة، بيحبوا يدعموا المواهب يعني. يا ابني بيعملوا ازازة 2 لتر ونص، انت بتهزر ولا ايه؟ مش كوكاكولا بيعملوا لي شريطة ايه يا عم؟ عشان هو انا تشد هشرب الفيونكة، الشريطة؟ شد الفيونكة انا عيل صغير. هشرب الفيونك انا. مش عايز فيونك، انا عايز بيبسي. بس انا عايز فيونكة بصراحة، بحب تقوم شددها كده تعمل كر تلاقيها بقت فيونكة، يا لهوي بفرح تعمل فرحة واقعد كده اتنطط. كده. لا انا بعمل صوت ده ببقي يعني، فليكس بشد باين هو انا اللي بعمل بيعمل كده. ببقي. م. التوب 10 التوب 3 في التفاؤل، انت متفائل بايه السنة دي؟ انا متفائل للفنانة الكافرة الزنديقة اللي بتشوه الاسلام السنة دي، منى زكي. تحت سيم الوصاية. برضو. موهبة لعن الله من ايقظها طبعا. طبعا يعني اسوأ ممثلة عد في تاريخ الفن المصري النظيف، السينما النظيفة بتاعت يوسف الشريف وكده. بالظبط. انا كمان متفائل. يعني انا هشاركك كمان موضوع تحت الوصاية. بالنسبة لي انا متفائل جدا ان هو تجربة جميلة. وحاجة حابب اشير ليها انه المسلسل لما نزل التريلر الرسمي فعلا فاجئ الناس كلها، حتى الناس اللي كانت بتهاجم يعني سكتوا اتخرسوا، لانه ما لقوش القصة اللي هم كانوا ناويين يبيعوا بيها الهجوم بتاعهم. يعني هم بيهاجموا طبعا عشان هم حافظين مش فاهمين، وعلشان كل الحاجات دي كراهية مطلقة بدون اي سبب. ولكن السبب اللي كانوا هيبرروا بيه الخرا بتاعهم ده ان هم كانوا والله دي بتشوه الاسلام، دي عايزة تطلع واحدة بتتحدى الاسلام وزوجها والكلام ده كله. ولكن التريلر نزل لا وبنشوف قصة انا متأكد انها تبقى مختلفة تماما، لانه طبعا الكرييتورز بتوعها هم شيرين وخالد دياب، والمخرج محمد شاكر خضير ده مخرج متعودين ان هو بيقدم حاجة مختلفة حتى لو ما كانتش كويسة بس برضه ستيل مختلفة. فالتريلر نازل لا انت حاسس ان في حاجة مش يعني في كذا موضوع، وكمان مصورين في دمياط وفي اسكندرية فالموضوع كمان مختلف شوية، لان احنا زهقنا قوي من المشاهد الداخلي بتاعت الكافيهات بتاعت التجمع الخامس اللي في القاهرة دي. حقيقة انا اتخنقت يعني يا جماعة. مصر فيها اماكن كتير قوي يتصور فيها، ومش الاماكن اللي لما بتسافروا اسكندرية بتروحوا تصوروا فيها بقى، يعني مش تطلعوا على البحر بقى وتروحوا تصوروا في كوبري ستانلي والقلعة. لا يا جماعة صوروا عادي، صوروا زي بني ادمين. انت لخصت يلا. كل اللي بيحصل في السوشيال ميديا يا محمد. الله يخليك. انا موافق. فالاعلان حلو مبشر. ده حقيقي. وانا بتفق معاك في اختيارك يعني. انا تحت بتفق الوصاية. معاك في كلامك اللي كنت بتتفق بيه مع اختياري. الله يخليك. تسلم يا محترم. الله يخليك يا جميل. الله يخليك. تاني اختيار بالنسبة لك ممكن يكون ايه؟ الفنانة اللي مش عايزة، المتمردة، المغردة خارج السرب، الهاربة خارج القفص، برضه الفنانة اللي أمينة بتغني خليل. للمرأة برضه وبتدعم المرأة برضه. أنا بدأ بص، المرأة دي، المرأة كل المجتمع يا محمد مش نصه. صح، مرأة كل المجتمع، هي أمي وأمك، أختي أختي وأختك، وأختك، بنتي وبنتك، جارتي وجارتك، زوجتي وزوجتك. وانت لو تاخد بالك هتلاقي انه ال3 ترشيحات ابطال نسائية. ده حقيقي عشان الستات طول عمرهم شاطرين، هنعمل ايه يعني. جدا طبعا.
الهرشة السابعة مسلسل غالبا هيبقى كويس، التريلر بتاعه حلو جدا، حاطين الألوان فيه هادية أغنية جدا الفنانة بيكيا والمزيكا. اه بيكيا، لما كانوا بيكيا بتاعت بتاعت ريكو. الفنان مغني الجاز الأول في مصر. صح، أنا بيبقى لا الأغنية بيكيا بتاعت دنيا وائل والويلي. اسمح لي أفكر معاك بصوت عالي، الوعي شكله مدي غياب الليلة دي، وما تاخدش كلامي جد، أنا أصحى ناسي، بحلم بعالم موازي، الكون فيه مش قاسي، قلبي بقى خردة ناديله بكيا بكيا بكيا. طبعا. والاختيار التالت اللي انا برضو انا وانت متفقين فيه هو تغيير جو بتاع منى شلبي، برضو جدا. المحششاتية الفاسدة الفجرة. اللي كل يوم تتمسك بمخدرات شكل ومرة قصة الويسخي اللي ربيتها في الكباريهات. ما هي بنت متربية على البيست، عايز ايه يعني؟ متربية على المرسح بتاع الكباريه. دي زمان كانت بتاخد فلوسها من نقوط، كانت كانت تاخد مصروف المدرسة كده من نقوط وتروح المدرسة معاها بيرة. كانت بتحطها في الزمزمية، تحطها في الزمزمية، كانت بتروح بالستيل عادي، ما دي فجرة تكسرها بمريندا برتقال. المهم وتروح لابسة بس الجوك دي حلوة فيها ماتيريال تحت. اشتراك نقعد فيها ساعتين، المنطقة الدافية بتاعتنا. فدول التلات اختيارات. انا بس هضيف شوية حاجات ممكن يعني انا متفائل بيها، ولكن يعني مش ناوي، مش متفائل قوي، حاسس ان في حاجات ممكن تخيش او ايا كان، ولكن اللي انا يعني مش هبتدي كمان اتفرج عليهم في البداية، هستنى شوية. رسالة الامام، عندي شوية تفاؤل لان انا بحب الجو ده عامة. انت من كبار في المعجبين مسلسل، بخالد النبوي اصلا؟ لا انا بحبش خالد النبوي. المرة الوحيدة اللي حبيته فيها وحسيت ان هو فعلا بيقدم حاجة كانت واحة الغروب تقريبا، غير كده ما بحسوش ممثل يستحق الإشادة دايما. يعني في ناس كده تقول لك خالد النبوي يبقى هنشوف عظمة، على أساس إيه أصلا؟ أنت شفت إيه لخالد النبوي يديك هذا الإيحاء؟ بص لتاريخ خالد النبوي مش هتلاقي حاجة، يعني هتلاقي دورين ثلاثة مثلا، فهل ده شيء يستدعي منك إنك تقول كده؟ لا يا عم، برضه نفس الموجة دي خالد بتيجي النبوي نفس الموجة دي برضه بتبقى مع محمود حميدة ومع سوسن بدر، كلهم ممثلين عاديين جدا، ولكن الهالة اللي حواليهم هي اللي عاملة المشكلة. خالد النبوي كان عنده مسلسل حلو، تشيرنوبل كان حلو. قشطة 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 قشطة. شيل دي بقى، هشيلها عشان وحشة. يعني لو هتشيل الحاجات الوحشة يبقى شيل كل اللي انت قلته. انت بتقصفني في برنامج يا ابني، ده برنامج يا ابني، انا اسف يا محمد، انت ضيف عندي يا ابني، انا اسف. هو الضيف انت ملوش غير ضيفي، الاحترام، انت صح؟ ضيفي وضيف تقيل كمان، ضيف رزل. خلاص يا محمد، دي بس يلا بقى، اخر مرة. مفيش غيرك. لا اخر مرة يلا يا اخي، ده انت حاجة عجيبة. ماشي. انت هتقفل دلوقتي ولا ايه؟ لا استنى لسه الحلقة ما خلصتش. شفت؟ ها يا وسخ. ماشي. كان في حاجة تانية قلت لك عليها بس انا مش متذكر. انا حابب المسلسل اللي هو بتاع طارق اللطفي، بتاع مذكرات زوج. حبه جدا لان هو مسلسل كوميدي، وطارق لطفي طول عمره في الكوميدي شاطر يعني. هو ضحك امتى قبل كده؟ لا خلاص، اسحب الجملة دي بقى. مش مهم، يبقى بلاش المسلسل ده، ما بحبش حلو اصلا، مش لا بس انا حاسس برضه هيبقى في حاجه مختلفه، كذلك برضه ممكن يبقى عندي شويه تفاؤل بالصفاره بتاع احمد امين. نفس الشيء صح غالبا. بس اظن دي الحاجات اللي ممكن الواحد يقول ان هو اغلبها، لو تاخد بالك 15 لو ما كانتش كلها، مسلسلات كلها تقريبا 15 حلقه. صح. ورشيد متفائل بيه، رشيد 15 حلقه يعني برضه، حاجه بسيطه. بتاع الفنان الغول التمثيل محمد ممدوح، والفنانه غول الجميله التمثيل اللي ما بنسمعش صوته. خس شويه بقى يا محمد، خس شويه يا حبيبي. لا انا سمعته في الاعلان المره دي.
سمعته في الاعلان سمعت غالبا كده. جايبين محسنات صوت. دي سمعت حاجات كده يعني. سمعته قال مش عارف، انا عايز شهادة، عايز شهادة هقتل مراتي، شهادة اقسم بالله هقتلهم. يعني سمعت هقتلهم. ده بعد الانهيسمنت اصلا يعني. اه ايوه. سمعت عن ايه تاني؟ أداة في حاجة أدب يا تانية؟ فنان. اه في حاجة تاني ممكن تكون آه، مثيرة للتساؤلات حتى؟ في حاجات مثيرة للشفقة. ايه بقى؟ يعني كامل العدد بتاع شريف سلامة ودينا الشربيني ده مثير للشفقة. انك تقرر تعمل مسلسل كوميدي بدينا الشربيني وشريف سلامة، دي قلة أدب. حاجة سيئة جدا. حضرة العمدة اه بتاع صحيح. روبم. حد حد مسلسل كنت حابب برضو اقول ان انا ممكن اكون متوقع له شوية حاجات كويسة، سر الباتع. ممكن برضو ممكن. وده لانه خالد يوسف مخرج شاطر في الحتة دي، وبيعرف يدير المجموعات قوي، فاهم؟ فممكن نشوف حاجة، يعني تقول حاجة تكون بتقول. يعني ممكن، بس خلينا بس نسب كل الحاجات اللي ينفع تتسب لحضرة العمدة. طيب حضرة العمدة ده بشاعة بشاعة، يعني نفسي بس نبطل نخلي روبي تمثل نفسي بس وتغني نبطل نخري. وتعمل أي حاجة. نفسي نبطل نروبي عامة يعني. اه الكبير قوي أنا منزعج جدا من اللي حصل، لأنه حاسس إن الموضوع بقى مزعج جدا لأي حد. تكرار تجربة ناجحة بدون أي تطوير، لأنه الجزء السادس كان عودة كويسة بالنسبة لمسلسل كان بقاله فترة طويلة مش موجود، وبكاست مختلف شوية نسبيا. انما تكرار نفس التجربة تقريبا، لما تشوف التريلر ولما تشوف الاغنية تحس ان انت يعني عايز تضرب نفسك طلقة في دماغك. شعلل يا كبير شعلل، حراق يلا عليكوا حراق، عشان بيضحكوا كوميديا نظيفة من غير ولا إيحاء ولا أي حاجة وحشة. كوميديا عائلية رغم ان هي كلها ايحاءات جنسية، حرفيا حرفيا المسلسل كله ايحاءات. ايزي يعني، ده احمد مكي منا وعلينا يعني. مسلسلات الشؤون المعنوية كتيبة 101 وحرب، ما حدش احسن مسلسلات في الكون طبعا. ايه ولا ايه اللي ما حد ايه شيء طبعا. ايه دول صباح الخير. بص احنا لما عملنا توب 10 وتوب 3 والحاجات دي كلها كنا بنتكلم عن المسلسلات، انما دي مش مسلسلات، دي واجب وطني، ودي حاجة لازم تبقى موجودة كل سنة وبتوعي الشباب. انا ليا طبعا كل قرايبي بيشوفوا المسلسلات دي بيقولوا لي احنا كنا عايزين نروح ناخد اعفاء من الجيش بعد المسلسلات دي، رحنا اتطوعنا. انا انا اصحابي كانوا كلهم اعفى بعد الحلقه دي، بعد المسلسل اختيار الجزء الثالث. قال لك والله لازم نروح نخدم مصر. ايوه، راحوا خدموا حالة مصر كلهم. وعايز من اقول لك ان هم بعد ما الوطنية. يعني قالوا لهم انتوا هتبقوا سنه واحده، قال لك لا احنا عايزين ثلاثه. قال لك يا ابني نظام الثلاثه اتلغى، قال لك عايزين ثلاثه، اخدوا 3 سنين. 3 سنين. خلاص قال بقول لا، لك وعايزين يروحوا سينا حالة كمان. وطنية بتضرب في وطنيه. العروق. يا جماعة طبعا طبعا اللي عنده طبعا. شهادة إعفاء يرجعها. أنا كنت طالب شاطر جدا في يا. الاقتصاد. اللي عنده شهادة إعفاء يرجعها. الكتيبة 101 عمل عبقري. وحرب طبعا اللي لسه بادئين تصوير فيه اول امبارح، يعني اه مسلسل بادئين فيه تصوير قبل رمضان ب4 ايام، عشان افتكرنا فجأة ان الكتيبة 121 حلقة بس، فيلا نسد الخانة. انا مش شايف ان دي مشكلة، شايف انه عشان يطلع فريش يعني، يبقى فريش كده. صح، شكلهم هيطلعوا صايمين في المسلسل. جعفر العمدة خارج النقد طبعا. رمضان كريم الجزء الثاني، بيومي فؤاد. المداح أسطورة العشق، سكيب. ضرب نار. أوه. انا نفسي يبقى، يعني كنت اتمنى ان انا ابقى مهرة وابقى الست اللي طالعة مع احمد العوضي الكوماندا، وكل يوم يجي ياكلني في بقي كده، انا كنت ويجيب لي النسر اللي كان على كتفه ويقعده على كتفي. حقيقي انا نفسي اقعد على كتفه هو شخصيا. نفسي اقعد، او ممكن يشيلك على كتفه اصلا لان هو احمد العوضي، فاهم؟ اه طيب. الاعلانات طيب. لا، التوب بس 3 في الشت، الحاجات اللي هتخاري لا مفر. انا هبتدي انا. يا ريت هبتدي. طبعا
ضرب نار. هتخري من وجهة نظر مين يعني؟ ده مسلسل من الشارع وجهة يا نظري. اسطى. لا هيخري. يا اسطى مسلسل بابا الشارع، المجال طبعا. مسلسل الشارع. بابا الجمال بابا الجمال ايوه. وسوق الكندم، سوق سوق الكانتو، انا اسف. لا سوق الكندم حلو يا اسطى، حرفيا عاملين عظمه. انت ما شفتش الصوره؟ عاملين طب بيصوروا حلو. عاملين صوره حلوه قوي. انا هتفرج على 30 حلقه عشان اشوف الصوره. انا هتفرج فعلا. في مسلسل برضو طالع من تحت التراب، وهو مسلسل اكس لانس، فده رشحهولك بشدة يعني. انا هشوفه يا رب بس يجي وقت الفطار عشان نتفرج ونتبسط. هشوفه عودة الفنان محمد سعد طبعا. متفائل بإعلانات السنة دي ولا هتبقى كلها نواح؟ انا لسه شايف اللي هو بتاع حمزة نمرة ومحمود العسيلي. مختلف سنة بسيطة عن الإعلانات اللي فاتت، رغم ان هو نفس الفكرة، يا اسطى ولكن اقصد في التنفيذ. يا اسطى مش شايف اي اختلاف في التنفيذ نهائي بصراحه يعني. هو نفس ميتين الكلمات التحفيزيه دي، اللي هو عافر وبتاع كافح وكده اشتغل والكلام لا ده كاتبينهم عجبتني كبار. الحتة بتاعت حمزة اللي في الآخر، اللي هي التانية اللي في الجزء التاني من الأغنية. اوكي لما ماشي، انا بيفتكر جاي إن هو لك في تحس حته إن هو اصلا، انا بيناجي جاي لك رب. في حته بس يعني، بس خلي ده على جنب ثانيه. نفس التنفيذ، نفس الشطات بتاعت الناس، العيال اللي بتجري رايحه المدرسه، نفس العمال اللي بيعزقوا في الغيط، نفس يعني بس فين في شيء الجديد؟ حلو، نفس تصوير. نفس بطل العالم اللي عنده اعاقه وكسب نفس ايه يا اسطى خلاص بقى نفس بجد والله. محمود الليثي. نفس محمود العسيلي. بالنسبه لمحمود العسيلي واقف على جبل موسى بتنجي ربك كده. ما دي حته عجبتني عامه في تصوير الاعلان، الا وهو ان هم راحوا للحته دي عشان يقولوا الكوبليه بتاع حمزه نمره. يا اسطى انت الفكره عارف حلوه. الاعلان ده متصور امتى؟ امتى؟ متصور لما حمزه كان في مصر عشان الحفله، يعني تقريبا انت بتتكلم من شهرين 3 او اكتر يعني. عادي كان عندهم مساحه من الوقت. مش ماشي اوكي. قسم الاعلان مش عاجبني. ارتحت هتقعد تعمل لي بقى. طيب. حتى الاغنيه ما اتعلقش خالص يعني بتاعت يا معفن يا لا معفن دي انا علقت. بالنسبه لي افضل اغنيه اتعملت لحد دلوقتي هي بتاعت ابن مصر عامه يعني. ابن مصر اقوى واحده فيهم كانت ابن مصر هي اقوى واحده فيهم. ومن اول مره الواحد يجي سمعها بعديها حفظها على فكره. يجي بعديها تقدر تطير، يجي بعدها يا معافر. لا كان في اكتر من انت استثنائي. لا انا بحب انت استثنائي عشان بهاء سلطان. انت بتحب بهاء سلطان عشان بقى سلطان فنان محترم وخلوق وطيب. من ساعه ما بيبسي بطلت تعمل اعلانات الواحد بقى حزين. حاول افتكر معاك شويه اعلانات لبيبسي. انت ايه اكتر اعلان بتحبه لبيبسي في رمضان؟ اللي هو بيبسي 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 ويا ريتها كانت ليا، دي لحاجة إنسانية، قولولي فين مستخبية. هي أنا اللي هاخدها، لا أنا اللي شفتها، لا دي أصلا عشاني، دي عشاني أنا. هنبتدي نختار اي حاجه بعيدا عن الفيلم اللي هو بتاع بوجي وطمطم وكده، لانه ده كان تحس ان ده حاجه بره اي يعني اي ترتيب، بره اي تقييم. حتى المسلسل الاعلان ده كان من افضل الاعلانات، ان ما كانش افضل اعلان في تاريخ الاعلانات عامه. مزيكا، كل حاجه فيه كانت دافيه جدا يعني. يا طارق، انت متأكدة ان هو ده طمطم؟ ايوه يلا هو وصل، افتحي الباب بسرعة. سيب الباب مفتوح، هو هيجي ورانا. هاي كان دافي. كنا بنشغل التكييف حتى، انا فاكر وقتها. لا ده طيب. بجد اعلان عشان الجو كان بيبقى حر في رمضان عادي. اعلان بخلاف هذا الاعلان عجبك من بيبسي؟ اعلان عجبني البيبسي بخلاف هذا الاعلان، اعتقد الاعلان بتاع كوكاكولا. كوكاكولا كان ليها اعلان عظيم جدا في 2014 صح او 15 14
I think اعتقد يعني. لسه اللي هو كان فيه شيكو ده وفهمي وبتاع، وكانوا بيقعدوا يحدفوا الحاجات 2015 بتاع طيور من طيور خيوط من نور تجمعنا. طيور من خط جماعة. ايوه اللي هو كان بتاع حسين الجسمي برضو. كان جميل فعلا. ده ممكن اكون بحبه. كان في بتاع كوكاكولا، كان اللي هو بتاع كوكاكولا احلى مع كذا. صح، ريادة، ملك، ملوكة. ملوك. ميدو، منى، ابن خالي البنات. مش مكسوف من نفسك كنت حافظ الحاجات دي بس مش حافظ القرآن؟ انا مكسوف فعلا. هروح ادفن نفسي في الرملة دلوقتي، بس ما عندناش رمل للاسف، فاضطر استنى لحد ما النهار يطلع. انا هقعد 5 ساعات من الذنب المطلق وانا مش طايق نفسي ومستني اموت في اي لحظة. يا اخي لعنة الله عليك. كان في اعلان، طب ممكن اعلان حاجة بس افتكرته دلوقتي، بس عشان انا فاكر اول يوم شفته فيه زي ما يكون دلوقتي، ومدى الانبهار وفتحة الحنك. وكان دي بداية اصلا انك تنبهر من ان ايه ده، هم كل دول ممثلين في اعلان واحد، وبعد كده ابتدوا يحلبوها جدا. كان كوكاكولا. لا كان فودافون، اللي هو بتاع اليافطة، اللي كانوا بيصوروا اعلان واليافطة وقعت على دماغه. انا مش فاكره ده كان سنة كام. جيزس، انت اندر ايدج يا محمد. رمضان كام؟ مش فاكر، 2011 مثلا. استنى كده. كانوا بيصوروا اعلان فكرته ان الدقيقه ب 12 قرش، وفي يافطه كبيره مكتوب عليها الدقيقه ب 12 قرش، فهم بيصوروا اليافطه وقعت على الممثلين وراحوا المستشفى. خلاص هو مش يعني انت من لقيته. ده اعظم حاجه بتاع سامي العدل. مش بتاع سامي العدل يا عم، بتاع ناس كتيره جدا. ده في سامي العدل، محمد بركات، كريمه مختار، فاروق الفيشاوي، معتز الدمرداش، يعني كل واحد جاي بشخصيته. يعني احمد الفيشاوي بيروح يسال على كل واحد على عامل فاروق. كاركتر. جايين بنفسهم. يعني مثلا فاروق الفيشاوي في المستشفى، فاحمد الفيشاوي يروح له يقول بابا فين وكده مش عارف، يقولوا في الاوضه دي، طب فين اوضه طنط كريمه مختار، فيلاقي معتز الدمرداش عنده. لا يعني كان اعلان رهيب، والفكره حلوه قوي ان هما كان سوسن بدر لا كان في ناس كتير قوي فكرته ودره، ويا نهار ابيض كان في مصر يعني. الفكره كمان لطيفه ان هم كانوا بيصوروا الاعلان ففشل، فجابوا الاعلان ان هو يعني كانت فكره الاعلان ان الممثلين ما عملوش الاعلان، والفويس اوفر كان بينتهي ان احنا كنا هنعمل اعلان نقول لكم فيه ان الدقيقه ب 12 قرش، بس الممثلين راحوا كذا. فلحد ما الممثلين يخفوا كانوا عاملينه زي مسلسل يا اسطى، يعني كل 10 ايام في كامبين جديده بتنزل بتطورات. عاملين كامبين كامله اصلا فيها بتاع 4 اعلانات تقريبا اللي انا شفتهم دلوقتي يعني. ده كتير جدا، اكتر من 4 اعلانات. هو ممكن يكونوا دول المتاحين على يوتيوب، بس هو كانت فكرته مسلسل. يعني كل اسبوع بينزلوا بكامبين عباره عن 3 اعلانات جداد فيها تطور لحالة الممثلين. يعني أول أسبوع كانت الحادثة، تاني أسبوع المستشفى، تالت أسبوع بيخفوا وبيقوموا. لا رهيب. عامة أنا بحس إن فودافون عامة إعلاناتها حلوة جدا، لأنه من أول ما بدأنا موضوع الإعلانات بتاعت رمضان ده فودافون يعني شبه ثابتة على مستواها في إن هي بتقدم حاجة حلوة برضو. يعني اللي هو الحاجات دي، الإعلانات بتاعت الإعلان بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت أظن كان بتاع عمرو دياب. عمرو دياب بقاله 20 سنة لا هيكون مين؟ هو السنة اللي فاتت كان مين؟ عمرو دياب اللي هو بتاع فيديو كل ما اشوفه بضحك من قلبي عليه. دي أغنية كانت حلوة فشخ. اللي قبلها كان بتاع شريهان، كان جميلة جدا برضه. صح كان شريهان. انا مش عارف ليه لضمته افتكرت بتاع بنحن ياما ونفتكر كل اللي فاتوا. و2020 كانوا بيستغلوا موضوع الكورونا وكده، فعملوا اعلان كله متصور كان وسخ بتاع شيرين بتاع يا لما الناس فجأة. ده وسخ. ما اغنية اتكروتت والتصوير اتكروت وكل حاجة، ومش هعذركم عشان في كورونا. ده شت. محدش قال لكم تعملوا اعلان بتاع كاس العالم كان حلو. ما اعلان احمد امين كان حلو، اللي هو بتاع قاعد في البيت مش عارف شغال من البيت مش عارف، ده كان لذيذ. وكان نفس الفكرة، اللي هو انت في كورونا وبتعمل اعلان بأبسط الامكانيات، كان لذيذ. ايوه اعلانات كوكاكولا كمان بحبها. كان في اعلانات بتاعت الثورة، ما تقولش لا. ايوه قول لي لا. ما تقولش لا، قول لي لا. سيبك من كل الناس وبنفسك ابدأ اكتب من تاني حكاية. ده كل يوم بداية، صالح الناس وسامح، عيش لبكرة وانسى امبارح. ما تشيلش الهم، افرح واحلم، انسى كل اللي فات وبلاش
الاعلان ده بيفكرني بفتره كنت بحبها جدا، فتره الثوره، وكانت بدايه معرفه حاجات جديده بقى، حاجات جديده مختلفه. فكان ما تقولش لا، قول لي لا، سيبك من كل الناس وبنفسك ابدأ. كان مم. حاجه جميله. لا لا، كان رهيب طبعا. كان في افكار مختلفة دايما في الطريقة اللي بينفذوا بيها يعني. تحس ان كان كله لسه بيحاول يظهر ان هو قادر يقدم حاجة جديدة. كان وقتها فكرة ان انت اصلا بتقدم اعلان تنافس، يعني بقى المنافسة مش بس فكرة ان احنا شركتين في نفس المجال فبننافس بعض فكل واحد فينا بيعمل كامبين، لا، احنا بنتنافس كشركات كلنا في جودة الاعلان. صح الناس بالظبط. هتتعلق بالاعلان بتاع مين اكتر، حتى لو احنا مش بنتنافس في نفس المجال. يعني تلاقي كل الشركات بتقدم اغنية مثلا زي ما كانت ساعتها موبينيل في 2012 لما تقدم عشان لازم نكون مع بعض، فكان في، فاهم انت الحتة دي. صح. ومين اللي كانوا افضل ناس في الحتة دي؟ اعتقد رمضان بقى في حتة ايه اصلا، الاعلانات اللي هي تنفع تبقى اغاني تشتغل دي، وده بقى مش عارف يعني، حاجة حلوة ووحشة في نفس الوقت. مؤخرا بقت اعلانات رمضان تحس ان هي كلها تحفيزية. يعني فين ايام الاغاني العادية؟ فين راح فين؟ تحفيزية، والحاجات التانية دي اللي هي بتاعت اللي هو زي مريم فارس وآسر ياسين، مزعجة جدا الحاجات الحاجات دي، اللي هي تحس اللي هو الهشك تجارية وشك قوي، معمولة تك تك معمولة تك. مش عشان احنا عاملين اعلان في رمضان، لا، معمولة عشان احنا عاملين اغنية أغنية بقولك تشتغل في تخلي الاعلان عايش. الناس بالظبط الناس بتشغل الأغاني دي في الأفراح يعني. طيب ما هو انت كده فقدت فكرة الاعلان. انا معاك انه ان انت عايز تعمل اعلان يفضل عايش بان الاغنية تفضل مكملة، بس لازم تبقى انت ذكي بما يكفي انك تعمل لي اعلان هو رمضاني جدا بس في نفس الوقت الاغنية عايشة. صعبة وده صعبة معادلة تحققها صعبة، مش اي بصراحة. حد يعرف يعملها. ما اقصدش ان انت تقعد تقول رمضان 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 في الاغنية، انا اقصد انه الاغنية نفسها تحس ان فيها فايبس رمضانية. رمضان الوحيد اللي حققها رمضان مين؟ محمد رمضان، هو الوحيد اللي الناس بترقص على أغنية أقوى كارت في مصر في الفرح. والله بجد. احكي لنا تجربة رمضانية مختلفة، أو مش مختلفة، أنت قادر تفتكرها سواء كانت فيها عبث كتير جدا أو كان فيها نوستالجيا كبيرة جدا بالنسبة لك. يعني شيء تقدر تفتكره من رمضان معين مثلا. ماشي هقولك. احنا ممكن نطلع فاصل لحد ما تفتكر حاجة لو أنت حابب. اوكي، يا ريت يا ريت تطلعنا فاصل بأغنية راح فين شمن السقاوة ده يا حسين. انا اسف راح فين زمن الشقاوة ده يا حسين، دايما على بالي يا درش. إندونيسيا، عاش طلع من سمع صوتك، ده أنا قلت نسيتنا يا غالي. ايه ده، تصدق هو في قشطة. القصة دي من زمان بيقولوا يا غالي ويا كينج، يعني مش غريبة ان هو يقول عامل عظمة. قشطة. هو شكله كان سابق الناس كلها. يلا بينا. ماشي، نطلع فاصل صغنن ونرجع تاني، فاصل أخير يعني، ونرجع تاني. راح فين زمن الشقاوة ده يا حسين، دايما على بالي يا درش، عاش من سمع صوتك، انا قلت نسيتنا يا غالي. يا إيمي أنا جاية أخبار الفطار بقى إيه. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائنا المشاهدين أو المستمعين في كل مكان، صحرا كان أو بستان. حبيبي يا محمد، كل سنة وانت طيب. حبيبي يا كبير، الله يخليك. كل سنة وانت يعني طيب يا نور، كل سنة وانت الناس طيب لو مرة تعرف احنا تالتة. كنا في الكواليس بنعمل ايه والله، حالة حب، مظاهرة يا حب. جماعة، في جزء كبير جدا بيبقى اكسبكت من الحلقة حقيقي، يعني ما حدش يحب يسمعه خالص. لا لا، ليه ده احنا كنا قبل، حتى انا قبل ما نبدأ تاني كنت بقول لك ايه. كان يعني كان بيقول لي كلام لطيف جدا، يعني كان كنت بقول لك بيشكر فيا وفي أهلي. البودكاست ده يا محمد هيعدي وان انا فرحان ومش حاسس بالوقت ومش زهقان خالص، وبالعكس يعني ده انا مبسوط، حاسس إن أنا في بيتي. صح، وبيقول لي انا اول ما اخلص الحلقه اصلا هبعت لك التسجيل وكده، ولازم تنزل الحلقه دي بكره ان شاء الله. حصل. يعني يا جماعه، نور وشجعتك متحمس قلت لك اعمل حاجة لوحدك عشان الناس ممكن تكون حابة تسمعك لوحدك اكتر. طبعا قلت له لا، ازاي، لا يمكن، انت اصلا جزء، انت المؤسس، انت مؤسس لا يا البرنامج حبيبي، معايا. اعوذ بالله يا حبيبي، ده انت يعني مداسك فوق راسي.
جاهز؟ انا مش عارف انت ماسك عليا ايه يا ابني بجد عشان تعملني كده، يعني انت ماسك عليا ايه؟ ماسك لا ماسك عليا ايه يعني؟ انا ممكن اقوم زق جاي قايل لك حلقه مش مكمل ومش باعت لك الماتيريال، يعني انت فاهم. عنك موعد، هتحال عليك يعني. حاضر. عادي، هطلع لوحدي، هعمل حلقة تاني بكرة. محدش هيسمعها. يلا، بتعمل ايه؟ تخبط تمام عليا. بقى. لا 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 لا، ازاي؟ ربنا يخليك. ربنا ربنا ما يكرمك، يجعل ظالم يجي عليك ابدا. ربنا يسترك يا رب ويغنيك ويطعمك يا ابن الحلال يا يا طيب، ربنا. يا قلب امك. المهم، كنت عاوز اسألك عن حاجة. ممكن تكون ذكرى او ممكن تكون اي حاجة عامة. ممكن تكون نوستالجيك بالنسبة لك او ممكن تكون عبثية. موقف رمضاني يعني موقف رمضاني نختم بيه عبثي اكيد الحلقة. مش هيبقى، مفيش حاجه اكتر من اللي احنا فيه ده دلوقتي، لكن ممكن اقول لك حاجه. ذكرى. اوكي ذكرى، هقول لك ذكرى. جمهور البرنامج عاوز ذكرى. الله يرحمها. بص، اعتقد فكرة التجمعات نفسها كانت حلوة. احنا حتى بعد الكورونا بقينا بنتجمع، بس بنتجمع عندنا في الكورونا، لا قبل كده كنا بنتجمع بشكل طبيعي يعني. تحس التجمعات قبل الكورونا حاجة وبعد الكورونا فقدت رونقها تماما، ما بقتش تجمعات صح، خلاص، بقت تفرقات. يعني لا بجد بقت حاجة صح عبثية جدا، صح. يعني حاجة مش حلوة خالص. لا الناس من بعد الكورونا كلهم اصلا بقوا منتلي ال عموما لا، يعني، لكن بقوا مختلفين جدا. تحس ان هم بقوا متخلفين كمان. ما تقول يعني. في 2019 مثلا، لا اخر مرة فاكر ان احنا كنا بطبيعتنا كده، اللي هو حد صاحبك يكلمك ننزل نتسحر كلنا، حد من مم. قرايبك حد من صحابك برضو تظبطه، وكنا بنظبط ونتقابل بقى فعلا مم. وحاجات كده يعني. فالذكريات دي كلها، رمضان كان بيعدي بسرعة قوي وهو حلو. دلوقتي هو بيعدي بسرعة لان ده من طبع الشهر، يعني ان هو بيجري هوا بس. بقى يعني الوقت بتعافر عشان تتبسط، بتحاول تحزق كده عشان تتبسط، لكن مش بالظبط، مش بنفس السلاسة بتاعت قبل كده. وطبعا جزء ليه علاقة صح. بالسن والنضج والحاجات دي كلها، بس اعتقد ان يعني الموضوع بتاع رمضان ما ينفعش يبقى ليه علاقة اصلا بالحتة دي خالص يعني. مهما كبرت مهما عملت لازم تفضل انت فيك نفس الحتة، لكن كون ان ده اتغير مؤشر يبقى على. له علاقة بالبيئة اللي احنا عايشين فيها. انا يمكن الذكرى اللي انا لسه واخدها من رمضان، الفكرة ان انا يعني اتربيت في منطقة شعبية. وكنت الطفل اللي بينزل يلعب في الشارع وبتاع وكده. ومع ذلك الشارع كان حاجة أصلا بتساعد في تكوين شخصية الإنسان. بالعكس، يعني دلوقتي مثلا أي طفل بيتربى في الشارع يعرف إن هو فسد من أول يوم نزل فيه، باظ. صح إنما زمان لأ خالص، كنت تنزل الشارع تلعب، أنت بتلعب وبتتبسط وبتهاف فن، وبتعيش كل المغامرات اللي ممكن أي طفل يعيشها. ومع ذلك لأ، أنت بتتعلم حاجة من الشارع، بتتعلم حاجة زيادة، حاجة جديدة. شخصيتك بتختلف تماما. حتى يعني يقول لك دايما، يعني حتى كمان في تفصيله كده زياده، انه لعيبه الكره الحلوه جدا دايما اللي لعبوا في الشارع. صح. فهو الشارع كان حلو. فانا متذكر انه دايما مع دخلة رمضان، زي ما قلت قبل كده، احنا كنا دايما بنجهز للزينه والحاجات دي كلها، وكنا نستنى ليله السحور علشان بقى خلاص كله بيفضي كل حاجه عنده ونروح جاي. كان عندنا نجار في الشارع، فكنا بناخد، هو كان عنده حاجات كده بيشتغل عليها، حاجات خشب كده بيحط عليها الحاجات علشان ايه، يشتغل عليها يعني. اوكي. فكنا بناخدهم وكنا بنحطهم على النصيتين بتوع الشارع، الامتين بتوع الشارع. ف نسد الشارع خلاص، مفيش عربيه بتعدي، مفيش اي حد، واللي يعدي بنفشخه بقى. يعني لو كان في موتوسيكل عدى ولا حد بعجله ولا حاجه طبعا بنفشخه. طبعا. فاهم انت عديت ليه؟ احنا مش قافلين الشارع، بنعلق حاجات وبتاع، ونروح بقى فاردين الزينه بطول الشارع من اول الشارع لحد اخره. احنا شارعنا كان يعني ما كانش طويل، كان صغير، فالناس كلها عارفه بعضها، واحنا الشله بتاعت الشارع اللي هم احنا 6 نفار مثلا. ونحط بقى الفرع النور
كان فرع كده سلك طويل كنا قاسمينه 2 عشان الحمل يبقى مقسوم على جزئين وكده، ونفرد الفرعين دول بالطول برضو مع الزينة، ونبتدي بقى نركب اللمض واحنا بنعلق. كنا بنروح نجيب اللمض ونروح نجيب حبال وبتاع عشان نعلق وبتاع. ويبقى يوم بقى من بعد العشاء لحد قبل السحور بحبة صغيرين احنا في الشارع، طالع عندك انزلاق غضروفي من كتر الوقفة اللي انت وقفتها، فاهم؟ واللي تطلع على سلم وتخش بلكونة عشان الجيران دول عارفينك، يعني فاهم، الجيران عشان كانوا عارفين ان احنا ناس محترمين، شباب صغير حلو مؤدب، اطلع عندي، خش الشقة وخش البلكونة، حتى ان هو عنده بنات وبتاع بس ايه يروح مدخلك. انما دلوقتي ما اظنش ان دي حاجة بتحصل، لانه في حاجات كتير قوي اختلفت، الشباب اختلف، العيال الصغيرة اختلفت. العيال الصغيرة دلوقتي اللي هم كانوا في سننا، اللي هم دلوقتي عندهم 10 سنين و12 سنة، بيسيبوا الدين لبعض في الشارع يا عم عادي يا عم، ده ممكن بيشتموا بعض تتفهمه. الامهات بشكل مهين، بشكل فظيع. يعني موضوع الشتيمة ده ممكن تتفهمه وقصاد الناس الكبيرة، يعني حتى لو احنا كان عندنا حد بات قاس وبيعمل الحاجات دي وبيشتم وبتاع، مستحيل تشتم قدام حد واقف، مستحيل. لحد دلوقتي بيجيبوا الافكار الشيطانية مش بتاعة الطفل، مش الافكار الشيطانية بتاعة الاطفال، الافكار الشيطانية بتاعة الكبار اللي شافوا حاجة وحشة قوي في حياتهم. هو دايما بيتعامل فعلا كده ان هو ايوه، ده غير طبعا الموضة اللي بتاعت عنده 10 سنين ويقعد يقول لك الصحاب صحاب ايه يلا اللي طلعوا. انت شفت حاجة يا ابني؟ يلا احنا بقينا بومرز، بس ماشي، بقينا بومرز فعلا، بس يلا مش مشكلة. كنت سامي البودكاست ده بودكاست البومرز، احنا بنعمل كده من اول يوم، بس ماشي. مفيش غير لي بومرز، بين قوسين بومرز. مهم، كانت احنا بس حابين نختم دلوقتي لانه خلاص الوقت ازح وازف وكل حاجة، يعني لابد من نهاية يا جمهورنا العزيز يلي بنوحشكم وبتزعلوا لما البودكاست بيخلص. لا تحزنوا، احنا راجعين تاني ان شاء الله، لو ما حدش فينا اتسجن او ما حدش فينا اتقتل. حتى اتنشن مش هيدا، بس قشطة ماشي. معلش لازم نحسسهم ان احنا مهمين برضه. ايوه، اذا في يوتيوبر كده كل حلقه يطلع يقعد يقول لك ايه يا جماعه بالله عليكم ما تخلونيش اعمل الحلقه دي، ويقوم عاملها يقول لك ربنا يستر. طب بتعملها ليه كل حلقه لازم يقعد يعمل نفس الحوار ده؟ طب ما يا جماعه انا اتهاجمت من كل الناس، من كل جميع انحاء العالم، من مصر، من دمنهور بلدي اللي انا عايش فيها. بس حابين نشكر الناس اللي سمعتنا المرة دي، حابين نشكر الناس اللي سمعونا أول مرة، واللي سمعونا أول مرة أنا شكرتهم في أول الحلقة. بس طبعا نشكرهم تاني وثالث لأنه دول عملوا حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. والناس اللي دعمونا باللينك وهيدعمونا تاني بقى، معلش عشان خاطرنا المرة دي. والحاجات دي كلها. بس ونتمنى انه الحلقة تكون عجبتكم. يعني هتوحشونا بقى لحد الحلقة الجاية اللي مش عارفين هتكون امتى، بس هتكون في رمضان اكيد يعني. يعني نشوفكم بقى الحلقة الجاية. السلام عليكم. باي باي.